تعالوا بقى النهارده نعمل كيكة باردة بدون فرن ولا وجع قلب في الحر اللي احنا فيه ده. عايزه اقولك كده من احلى الكيكات الباردة اللي هتعمليها في ثواني، بجد مش هتنسي طعمها ودايما هتكرريها. سهلة وبسيطة، وكمان مكوناتها معظمها عندك في البيت. احلى حاجة فيها ان انت مش هتعملي بدقيق ولا هتدخلي الفرن ولا اي حاجة، كله طبقات فوق بعضها كده وتدخل التلاجة تطلع ما شاء الله بتدوب في البق كده، ان شاء الله هتعجبك قوي قوي. متنسوش بقى تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين، ويا ريت يا بنات تدعموني بلايك وشير مع اصحابكم. وتعالوا بقى نبدأ في الفيديو بتاعنا النهاردة ونسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونسمي بالله كده ونشوف اول حاجة هنعملها. هنجيب الطاسة بتاعتنا. اول حاجة كده دي اول طبقة هنعملها. انا جبت هنا 3 معالق من الكاكاو الخام. الكاكاو ده يعني جايباه من عند العطار، فانا حطيت هنا 3 معالق هرميين، فقمت قللت شويه كده عشان يبقوا 3 معالق بالظبط. ماشي، هنحط عليهم 3 معالق من السكر ومعلقتين من الزبده. حابه تستبدلي بدل الزبده زيت مفيش اي مشكله، بس الزبده بتدي طعم حلو قوي للصوص بتاعنا ده. هحط عليها نص كوبايه من الميه وهرفعهم على النار بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نقلب كويس كده عشان ما يبقاش فيها كتل ولا حاجه، عشان لغايه ما تغلي معاكي بالشكل ده. هتسيبيها بس دقيقتين 3 كده على النار لغايه ما تتبخر شويه وتحسي كده ان القوام بتاعها تقل. بعد كده هترفعيها من على النار وتسيبيها تبرد خالص براحتها. تمام كده. معايا هنا بسكوت، اي نوع بسكوت بقى انت حباه بس يكون ساده معاكي. انا جبت هنا البوله بتاعتي وهبتدي بقى ان انا اكسر البسكوت بايدي. يعني مش تكسير يعني يعني يبقى ناعم معاكي، لا تكسير يكون خشن شويه. شايفين انا بس بكسره كده بايديا، مش بكسره بحاجه يعني عشان ما يبقاش ناعم معايا قوي. انا حطيت هنا 2 باكو من البسكوت. هنحط بقى عليهم صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. هنبتدي ان احنا نحط الشوكولاته دي وحبه بحبه، يعني مش هتحطها كلها مره واحده عشان نشوف برضو البسكوت بتاعنا هيشرب قد ايه. احنا عايزينه برضو يبقى ايه، مايل يبقاش لين قوي لما نحط الصوص كله. تمام كده. انا ابتديت ان انا احطه اهوت واشوف معايا هي يعني هيحتاج تاني من الصوص ده ولا لا. ابتديت قلبت كده، خلاص هو مش هيحتاج معايا صوص تاني، فده اللي فضل معايا اهوت. هوريكم بقى هنعمل بيه ايه تاني. تمام كده. هبتدي بقى ان انا اجيب الصينيه بتاعتي، اي نوع صينيه بقى متوفر عندك، صينيه مدوره صينيه مستطيله، بس تكون صينيه صغننه على قد الحجم اللي انت هتعمليه. هنبتدي بقى ان احنا نفرد البسكوت بتاعنا بالشكل ده. على فكرة هنا البسكوت انا رجعت زودت شوية، يعني ايه، نص كيس من البسكوت بتاعي عشان خاطر يكفي الصينية. تمام كده. وقمت حطيت عليه كمان شوية صوص شوكولاتة من اللي احنا كنا عاملينه وحطيته في الصينية. الخطوة اللي بعد كده، معايا هنا طاسة حطيت فيها 2.5 كوباية من اللبن. هحط عليهم 4 معالق من النشا، وهحط عليهم معلقتين من الكاستر. تمام كده. دي تاني خطوة هنعملها في الصينية بتاعتنا. اهو معلقتين من الكاستر و4 معالق من النشا على 2.5 كوباية من اللبن. هحط عليهم نص كوباية من السكر ورشة فانيليا لما ارفعهم على النار، بس قبل ما ترفعيهم بالمضرب كده. وهتبتدي ان انت تقلبيهم عشان خاطر ما يكتلش معاكي على النار. ما تسيبيش بقى الطاسه بتاعتك على النار كده وتروحي في حته، عشان خاطر ايه ما تتحرقش من تحت كده ويبقى ريحتها ويكتل معاكي الكاستر بتاعك. لا، تبتدي ان انت تقلبي على طول كده. ونحط هنا رشه من الفانيليا وبرضو وانا بقلب كده. خلاص هي غلت معايا اهي. هنبتدي بقى ان احنا نفضي الكاستر بتاعنا على طبقة البسكوت وهي سخنة، يعني يعني مش بنسيبها تبرد، مش بنسيب طبقة الكاستر تبرد معاكي، لا بنفضيها على طول. شايفين اهو. هبتدي بس ان انا اسويها بحيث ان انا ايه، كل طبقة تبقى متسوية قد زي التانية. بس كده. هبتدي بقى ان انا احطها في التلاجة لغاية ما اعمل الطبقة التالتة. هبتدي ان انا اجيب هنا نص كوباية من الكريم شانتيه، احط عليها معلقتين من السكر ورشة من الفانيليا، وهحط عليها اقل من نص كوبايه من الميه الساقعه. حابه تحطي لبن براحتك خالص، انا حطيت هنا ميه. هضرب الكلام ده كله كويس في المضرب بتاع المضرب الكهرباء. لو عندك المضرب اليدوي وما عندكش الكهرباء ممكن تشتغلي بيه، بس هياخد وقت معاكي طويل عبال ما تطلعي الكريمه معاكي. بس كده. جبت بقى الصينيه بتاعتنا من التلاجة وقمت حطيت عليها بقى تالت طبقه بتاعتنا اهوت. هنبتدي بقى ان احنا نفردها كده يعني كويس، بحيث ان احنا لما نيجي نحط الشوكولاته في الاخر تبقى ايه، تتفرد معانا كويس وتبقى السطح بتاعها يعني متساوي كده وناعم معاكي.
بس هتسويها بالشكل ده، وهتبتدي بقى ان انت بعد ما تسويها تدخليها عندك الفريزر او تدخليها عندك التلاجة ساعة، بحيث ان هي تجمد معاكي لما نحط صوص الشوكولاتة عليها ما يدخلش في بعضه. بس كده، دي الطاسه اللي انا كنت عملت فيها في الاول صوص الشوكولاته، حطيت عليها نص كوبايه من اللبن وثلاث معالق من السكر، احط عليهم مكعبين من الشوكولاته الخام. لو انت عايزه تحطي شوكولاته من شوكولاته حليب براحتك خالص. انا حطيت عليهم مكعبين كده، يعني زي اقل من نص كوبايه من الشوكولاته. حطيت عليهم معلقه كده من الزبده، وحطيت عليهم كمان معلقه صغيره من الكاكاو الخام برضو. وهبتدي ان انا اقلب بالشكل ده. هبتدي ان انا اقلب كويس كده على النار برضو لغايه اما تغلي معاكي، وتحسي كده ان القوام بتاعها خلاص تقل معاكي، يعني دقيقتين بس على النار تغلي معاكي، وهتطفي عليها تسيبيها تبرد خالص. تمام، يعني بصي انا عايزاها تبرد خالص، بحيث ان انت لما تيجي تفضيها على الكريمه بتاعتك ما تسيحش، يعني ما يسيحوش مع بعض، عشان خاطر بتنزل انت نزلتيها سخنه هتلاقيها ساحت مع بعض. فانت ايه، سيبي صوص الشوكولاته ده لما يبرد معاكي تماما، وهتبتدي بقى ان انت تطلعي بعد ما سبت الصينيه بتاعتك ساعه في التلاجة، هتطلعيها بقى وتبتدي بقى ان انت تفردي صوص الشوكولاته عليها بالشكل ده بالراحه خالص كده، وهيتفرد معاكي بكل سهوله. شايفين اهو، مفيش اي حاجه صعبه يعني. بس كده هتدخليها التلاجة هتسيبيها مثلا ساعة في التلاجة، وتخرجيها بقى تقطعيها، وبالهنا والشفا. دوقي بقى احلى كيكة باردة ممكن تاكليها في حياتك، بجد تحفة. شايفين بقى، انا هقطعها كده وشوف واوريكم بقى القطعة بتاعتها عاملة ازاي. شايفين ما شاء الله، حاجة كده بجد تحفة. لو عندك عيد ميلاد، لو عندك اي مناسبة اعمليها، وان شاء الله تعجب كل اللي يدوقها من ايدك. شايفين الطبقات عاملة ازاي، بجد تحفة. ما شاء الله، حاجة كده بجد. ان شاء الله هتجربيها وتقولي لي هعملها تاني. شايفين اصلا الشوكة وانت بتاكلي بيها كده بتدوب ما شاء الله، وانت بتاكليها هتحسي كده ان انت مبسوطة، يعني حاجة كده ترطب عليكي في الحر اللي احنا فيه ده. بجد اعمليها ومش هتندمي، مش هتندمي ان انت عملتي الوصفة دي معايا. عايزة اكلمكم عن الطعم بتاعها. طعم البسكوت مع الكاستر مع الكريمة مع الشوكولاتة، حاجة كده يعني في الخيال ما شاء الله. بجد جربوا الوصفة دي، ان شاء الله مش هتندمي ابدا، هتعمليها تاني. شايفين، يعني قطعة زي قطعة الجاتو كده، تقطعيها زي الجاتو كده، ما شاء الله حاجة كده بجد تحفة. شايفين شكلها اصلا، شكل الطبقات بتاعتها. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة، ولو عجبكم بتمنى متنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني بلايك وشير مع اصحابكم. واتمنى يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة. شايفين عاملة كده زي قطعة الجاتو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو يا رب. وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف لو حابين تشوفوها، علشان لو كنت بتكلم بسرعة تاخدوا المقادير المظبوطة من صندوق الوصف. وان شاء الله بشوفكم في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.